وجود التشبيه والتجسيم في كتب الوهابية دي كلها كتب ما حقتنا، لا فيها شعراني لا فيها كلها كتب شنو يا جماعة؟ كتب وهابية بيثبت أن الله سبحانه وتعالى على صورة بشر ثم يكفرون الناس، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث كفروا النبي عليه الصلاة والسلام ووصفوا عمله يا جماعة بالشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحد الناس كتب أنه وجد في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين ويدعو إلى قتلهم، هذا كذب. كل واحد ليس محمد بن عبد الوهاب، يمكن دور السنية علماء كثر، لكن المهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن التكفير. كتاب الوصول الثلاثة لابن عبد الوهاب والقواعد الأربعة، مرة واحد في المناظرة قال لي لا العلماء اللي يسمون محمد بن عبد الوهاب دي ما شوية، في واحد في المغرب اسمه محمد بن عبد الوهاب. قلت له لا الكتاب ده يا أخوي اسمع كده عايل الكتاب ده حقوق الطبع محفوظة، الطبعة الثانية وجيزة وزارة الإعلام الرقم كذا الرياض، يقول شيخ حامد الرياض ده في السعودية شنو؟ في الرياض، بيصفوا أن النبي مشرك في أعماله، متن كذي ولا عندها أي تأويل. صفحة 28 وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام. النبي بيشرك هذه ده بده زي ما نحن بدون جامع زبد العقائد التوحيدية كده بقروه له الوصول الثلاثة، ده فوق زي 3 كتب كده عايله زي ليتل بوكس، كتاب صغيرون يضللوه الناس يقول لك النبي مشرك. شوف زول يا أخي كفر النبي وقال النبي مشرك، أنت منتظرين منه شنو يا جماعة؟ مش تكفر الصوفية وكفر لا قال النبي ذاته مشرك. الله قال له ثيابك، أنت قلت تأويل ما في، أنت أولت ليه؟ الله قال ثيابك أنت قلت أعمالك، ويقول لك التأويل ما موجود، لكن يأول عشان عنده ضغينة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة 28 وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك. هذه الوصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب والقواعد الأربعة، هم كاتبينه للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هكذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى هو رجل صالح، ثم تجاوز قضية كونه صالحا إلى أنه أراد أن يكون مصلحا، فبدأ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وقد رأى يعني كثيرا من الأخطاء سواء في العقيدة أو في تعاملات الناس أو في تصرفاتهم وغير ذلك، فأراد أن يصحح هذا الأمر للناس، وبدأ يدعو إلى المعتقد الصحيح، بدأ يدعو إلى الكتاب إلى السنة، يعني إحياء الكتاب والسنة في قلوب الناس من جديد. وهو يعني رجل صالح يعني، ونحسبه يعني على خير عظيم جدا، وهذا الرجل يعني وفق وسدده الله تبارك وتعالى ويسر له رجلا صالحا آخر وهو محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، فتآزر في نصرة هذا الدين. كتاب صغيرون يضللوه الناس يقول لك النبي مشرك. شوف زول يا أخي كفر النبي وقال النبي مشرك، أنت منتظرين منه شنو يا جماعة؟ مش تكفر الصوفية وكفر لا قال النبي ذاته مشرك. الله قال له ثيابك، أنت قلت تأويل ما في، أنت أولت ليه؟ الله قال ثيابك أنت قلت أعمالك، ويقول لك التأويل ما موجود، لكن يأول عشان عنده ضغينة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة 28 وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك. هذه الوصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب والقواعد الأربعة، هم كاتبينه للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هكذا ومعه واجبات الصلاة، شروط الصلاة وأركانها، وكتابين ياخذ 4 كتب يا جماعة في حتة زي دي. ها حتى أنا ما بنزعل، لأنه إذا قالوا النبي مشرك نحن والله الصوفية من باب أولى نكون مشركين. فهذا شنو يا جماعة؟ هذا كلامهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.